أنا ذكرت شيء وذكرت أن النار هي الغيبة في حقيقتها. بعض الأحيان يعترف بعض الغيب أنا ما أقدرته، وإنما لو غبنت أسفل الغيب هذا الكلام في وجهك. يقول جزاك الله خير حينما قلت في وجهك، لكن حديثك في قلبي يعتبر في الغيبة ويدخل في الغيبة. ينسى كثير من الناس ويقبل كثير من الناس أن هذه الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب ومن عظائم الأثم التي قد جهل كثير من الناس. النبي صلى الله عليه والسلام يقول عرج به إلى السماء. حينما عرج به إلى السماء قال مررت بأقوام. الله يا جماعة إذا سمعت هذا الحديث يخشى الجن. اسمع هذا الحديث، يقول عرج به إلى السماء. حينما عرج به إلى السماء فمررت بقوم يخبش لهم أطفال يخبشون وجوههم وصدورهم. فقال النبي قل يا جبريل من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين غطوا جلدهم ومصدورهم بسبب ماذا؟ ما هي الكبير واليرتكبون؟ فقال جبريل هؤلاء قوم أكلوا لحوم الناس ووقعوا في أراضيهم. أخي المسلم، أخي الفاضل، أعزنا الله وإياكم أجمعين. نسأل الله التواب الرحيم أن يجعلنا ممن يتوب عليه، ونستبعد جميع مرض القلب من الحسد والغيبة والأمور السيئات. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله